يحكى أن فيه رجل تزوج من امرأة بس إنه فقير، ولم يكن يأبه ولا يهتم لهذا الفقر الذي هو فيه. أهم شيء عندهم قوت يومهم، وعندهم مأوى يأوون إليه في منامهم، وخلاص أمورهم طيبة وعايشين ويا رب لك الحمد. حتى أنجب منها ولدا، فلما أنجب الولد بدأ يحركه قلبه ويقول ليش أنا فقير؟ هل يجب أن يعيش الولد هذا كما عشت أنا؟ ألا يستحق هذا الابن أن يعيش حياة كريمة، أن يعيش الغنى؟ ثم اتفق مع زوجته، وكان الطفل أبو شهر واحد فقط، وقال لها أنا أبروح 20 سنة، وعدنا عقب 20 سنة إن رجعت في 20 سنة ذي كان بها، إن زاد يوم واحد على 20 سنة فأنت طالق وأنت حرة. فذهب منها وهو متعهد هو إياها على هذا العهد، إن الوعد بينهم 20 سنة. عقب 20 سنة الوجه من الوجه أبيض. رحل الرجل إلى بلد من البلدان، ثم عمل في محل قهوة. رجالنا عنده عين له شايب عنده محل قهوة، ويجيب نوع قهوة منه ويجيب نوع قهوة منه، وجلس عنده 20 سنة وصادق ذا الشايب، وصارت بينهم خوة، وصار بينهم مودة، وصار بينهم وفاء، إلين مر 20 سنة. يوم قدها مختمتني 20 سنة قال يا شايب أنا هذا علمي وهذا خبري، 20 سنة قدها قريبتن على الانتهاء، وإذا الحين استأذنك. فأعطاه الإذن وقال يا ولدي والله ما عندي إلا 3 سبائك من الذهب، جعلها فداك والله إنك تستاهلها.